اعلان بلبن طلع مسروق. كلنا شفنا اعلانات رمضان 2025، ومن اكتر الاعلانات اللي كانت ناجحه كان اعلان بلبن، الاعلان اللي عمل ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا، خصوصا بظهور اكرم حسني اللي كانت فكره الاعلان انه بيعتذر للناس، احنا اسفين عشان جامدين. الاعلان ده بلا شك عجب ناس كتير جدا، ولكن فجاه بدانا نسمع كلام غريب ان الاعلان ده فكرته مسروقه. ايه ازاي؟ ده اعلان حلو جدا. الناس بتقول انه مسروق من كامبين لبراند اسمها سكيتلز. احنا اسفين. We are sorry. احنا اسفين. We are sorry. رغم اختلاف السوق والجمهور واللغه بتاعت الاعلان، الا ان هما بيشتركوا في حاجه واحده، كلمه احنا اسفين we are sorry. لو انت شفت اعلان سكيتلز كان عباره عن اعتذار مبالغ فيه، نفس الكلام اللي شفناه في اعلان بلبن، والاغرب ان طريقه العرض شبه بعض. هل دي مجرد صدفه ولا هو فعلا مسروق؟ دلوقتي خلينا نحلل الموضوع من ناحية تانية. مفيش أدلة قوية بتقول إن الإعلان ده مسروق حرفيا من الإعلان التاني، لأن التشابه في الأفكار والكونسبتس موجود وبيحصل كتير، خصوصا إن الفكرة اللي معمولة في إعلان بلبن إن أكرم حسني كان بيعتذر عن حاجة بالفعل أثارت الجدل لفترة طويلة جدا، وهي أسماء منتجات بلبن. هم استغلوا فكرة الأسف في إن هم يعتذروا عن حاجة أوريدي الناس كانت بتشتكي منها، سواء بيشتكوا بهزار أو بجد. بس هل ده كفاية عشان نتجاهل التشابه ده؟ في عالم الإعلانات كل حاجة ممكن تتشابه، خصوصا لما بيكون في اسلوب فكاهي او طريقه جديده للاعتذار. ولكن يبقى السؤال، هل كل تشابه بين اعلانين معناه سرقه؟ أو بشكل أصح، هل إعلان بلبن كان متأثر مباشرة بكامبين سكيتلز؟ ده شيء وارد، خصوصا لو عرفنا إن الأسلوب ده مش غريب على عالم الإعلانات. الشركات الكبيرة أحيانا بتستلهم أفكار من بعضها، واللي بيحصل في معظم الأحيان بيكون تأثر غير مقصود، أو أحيانا بيكون مجرد محاولة لعمل حاجة جديدة. لكن هل وصلوا لحد التقليد؟ طيب، في 3 مصطلحات إحنا دايما بنسمعهم لما بيكون في مخرج أو منتج أو أي فنان بيبقى عايز يبرر لما بيتهموه إن هو سارق العمل. دايما بيستخدموا ال3 مصطلحات دول: سرقة، اقتباس، او الهام. ايه الفرق بين ال3 مصطلحات دول؟ مهم جدا نفهم معناهم عشان نبقى قادرين نحدد في اي وقت واحنا بنحكم على اي عمل هل هو مسروق او مقتبس او الهام. الهام مين؟ السرقة في عالم الفن والإبداع إنك تاخد فكرة أو نص أو حتى أسلوب كامل من شخص تاني وتقدمه للناس على إنه هو فكرتك الخاصة. السرقة هو نوع من التقليد الكامل بدون أي تغيير، كوبي بيست، بدون ما تضيف عليه بصمتك أو أي إضافات جديدة. السينمائيين مثلا بيشوفوا إن استخدام مشهد بالكامل من فيلم تاني بدون إذن أو تعديل ده يعتبر سرقة فعلية، لكن لو في إضافة أو تغيير بيميز العمل بيكون في فرق كبير، ولكنه ستيل يندرج تحت السرقة لأنه متوفر في عوامل الاقتباس. وده ياخدنا لرقم 2 وهو الاقتباس. الاقتباس بيكون مشابه للسرقة في انه بياخد فكرة من مصدر اخر ويقدمها، لكن الفرق انه لازم يتم الاشارة فيه للمصدر الرئيسي. بمعنى انت لو ما قلتش انك مقتبس فانت كده حرامي. يعني انت لو خدت فكرة فيلم او اعلان او فيديو او whatever ايا كانت الفكرة، لو اخدتها وعرضتها بدون ما تذكر انك انت مقتبس الفكرة دي من الشيء الفلاني، لو ما قلتش وعملت فيها عبيط ومش فاهم، فانت كده حرامي، انت كده سرق الفكره. فاذا اهم عامل في عوامل الاقتباس انك تقول انك مقتبس، عشان حصلت كتير قوي ان المخرج ما بيعترفش انه مقتبس غير لما الناس بتقفشه. فلا، هو انت عشان تبقى مقتبس مش سارق لازم وانت بتقدم الشيء تكون قايل ان انت مقتبس. وطبعا برضو يشترط انك لازم تغير في الفكره، لازم تضيف لها اشياء من عندك، تغير السياق بتاعه عشان يبقى اسمك عملت شيء، مش اخدت فكره ترجمتها وعرضتها وخلاص. على سبيل المثال، لو مخرج استخدم مشهد معين من فيلم قديم لكنه اضاف له تفسير جديد او زاويه رؤيه مختلفه، ده يعتبر اقتباس. رقم 3 وهو الالهام، وهو الخط الفاصل بين الاقتباس والسرقه. ده بيحصل لما الشخص بياخد فكره او اسلوب من عمل تاني، لكنه بدل ما بينسخه بيقوم بتحويله او تطويعه لعمله الخاص بشكل مختلف تماما. يعني الشخص بيلهم بالفكره فبيجي له فكره يطلعها من الفكره دي. انا عارف ان الموضوع فيه افكار كتير، بس ركز معايا واهدى. في السينما الالهام بيشمل انك تاخد اسلوب او تقنيه من عمل معين، لكن مع اضافه عنصر فني او تفسير مختلف يخلق منهم شيء ثالث فريد من نوعه. وفي عالم الاعلانات الالهام بيمثل في الاستلهام من فكره او اسلوب معين وتحويلها لرساله جديده بتتناسب مع المنتج والجمهور المستهدف. الخلاصة، هل الإعلان ده مسروق ولا لأ؟ يعني هل إعلان بلبن مسروق من سكيتلز ولا مجرد تشابه أفكار وصدفة؟ أنا أكتفي بالنسبة لكم الرأي،
قولوا لي انتوا رايكم في الكومنتات، هل انتوا شايفينه ان هو مسروق ولا صدفه؟ وبس كده، وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار، ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وقبل ما تمشي، ده الانستجرام بتاعي، بنزل هناك محتوى مختلف تماما عن اللي بعمله هنا في القناه. اتاكد انك عامل لي فولو هناك، هسيب لكم اللينك تحت في اول كومنت. and yep that's it، واشوفكم في حلقات قادمه. see you later.